يا تبقى معايا على طول يا إما مش هسيبك في حالك. بالظبط ده اللي حصل مع الفنان محمود عبد العزيز، اللي كان عايش مستقر ببيته مع مراته وأم أولاده 20 سنة، لحد ما ظهرت في حياته الفنانة زيزي مصطفى، واتطورت علاقتهم بسرعة علشان تبقى قصة حب الساحر. هنا ما كانش يعرف إن الساحر هتقلب حياته، مش هتبقى أحسن حاجة، علشان كانت بينهم مشاكل وإقسام. تعالوا نعرف إيه اللي حصل مع الفنان محمود عبد العزيز. بالرغم من وسامته الكبيرة اللي خلته مطمع لكل البنات، اللي كان عايش قصة حب كبيرة مع مراته الأولى جيجي زويل، اللي قدرت تخطف قلبه وتتجوزه سنة 1978. وطبعا حضر فرحهم الإعلامية بوسي شلبي صديقة عمر جيجي، وخلف ولدين وهما محمد وكريم. محمود عبد العزيز وحياته كانت مستقرة جدا لحد ما ظهرت فجأة زيزو مصطفى، اللي اتعرفت عليه في سهرة من السهرات مع زمايلها الفنانين. وطبعا هو نجم كبير جدا في كل المواصفات اللي بيتمناها أي واحدة. بدأت زيزي تظهر له في كل مكان يكون موجود فيه الساحر، لحد ما وقعت في حبه. وفجأة الشاب الوسيم استسلم لزيزو مصطفى وقرر يتجوزها، بس كان ليه شرطين مهمين جدا مش هيتنازل عنهم. الشرط الأول إن الجوازة تبقى في السر، والتانية إن ما يكونش فيه أطفال. ووافقت زيزة على الشرطين وعاشوا سوا 5 سنين في سعادة، لحد ما زوجته حست ببعض التغيرات وكمان سافروا، بالرغم إن ما كانش مرتبط بتصوير. وكمان زيزي زهقت من جوازتها اللي في السر، وكمان كان بيتقدم لها عليها عرسان كتيرة جدا، وهي كانت بترفض دايما. طلبت من الساحر انهم يعلنوا جوازتهم لكل الناس، وطبعا رفض، وقامت ما بينهم خناقه الرب السما. اتخصموا اسبوعين لان كيد النسا غلاب. طبعا خططت زيزي علشان تفوز بقلب محمود لوحدها، فصلحته ورجعت المية المجارية. بعد فترة قررت تعرف جيجي على موضوع جوازتها من محمود عبد العزيز، وده عن طريق صاحبتها بوسي شلبي، اللي أخدت صورة من عقد الجواز العرفي واديتها عنوان شقتها. وطبت عليهم في يوم والدنيا اتقلبت، طلبت منه الطلاق وناس كتير اتدخلوا، بس جيجي كانت مصممة على الانفصال من الساحر. بعد 20 سنة من الجواز سنة 1998 محمود عبد العزيز كان حاسس ان حياته اتدمرت خالص. لما فاق من الصدمة ما كانش بيفكر غير مين اللي خرب بيته، وعرف مراته عنوان الشقة اللي ساكن فيها مع زيزي. وقدر بعد ضغط كبير يعرف ان زيزي مصطفى هي اللي دمرت حياته وخربت بيته، وانفصل عنها هي كمان، وتحول الحب لكراهية كبيرة. وفي اول رد الفعل لزيزي اجرت بلطجية وحرقت له عربية محمود عبد العزيز. وطبعا محمود قلب الدنيا وما كانش شايف قدامه، راح قدم بلاغ في اسم العجوزة واتهم زيزي انها هي اللي حرقت له العربية المرسيدس. والمحضر اتحول للنيابة اللي امرت بالتحقيق معاه، وهي طبعا أنكرت التهمة عنها، وقالت إن هو اللي حرقها بنفسه علشان يجبرها توافق تتجوزه. لما عرف إنها وافقت على عريس اتقدم لها اتجنن واتهور واتهمها بحرق عربيته. في آخر لحظة قبل النيابة ما تاخد قرار، راح محمود عبد العزيز غير أقواله. مش بس كده، ده كان مستغرب جدا وسأل زيزي، قال لها ايه اللي جايبك هنا؟ وبعدين وجه شوية أسئلة لوكيل النيابة وقال له ممكن أعرف انتوا ليه بتستدعوا زيزي وليه بتستجوبوها؟ ايه علاقتها أصلا بالحادثة؟ زيزي واقفة تضرب كف على كف ومش فاهمة هو عمل كده ليه وايه اللي خلاه يغير كلامه قدام النيابة. وبعد كام يوم طلبت زيزي مصطفى شهادة الفنان مجدي وهبة، اللي قدر يقنع الطرفين انهم يتصالحوا علشان الشوشرة والفضايح. وفعلا اتصالحوا والمحاضر اتحفظت. وفي الفترة دي قدرت المذيعة بوسي شلبي، اللي كانت قريبة جدا من محمود بحكم انها صديقة عمر مراته الاولى جيجي، عملت له غسيل دماغ لان كان بيمر بأزمة نفسية كبيرة جدا. اتجوزها بعد 3 شهور من طلاق مراته. وطبعا زيزي ما سكتتش، قلبت الدنيا هي كمان، لانها كانت متجوزة من هشام شلبي اخو بوسي شلبي وابو منى شلبي. عارفة كويس انها بتحب محمود عبد العزيز جدا، وهي كانت حلقة الوصل علشان تخرب بيته. ودبت ما بينهم خناقة كبيرة وقالت لها انتي اخدت محمود على الجاهز بعد ما خربت بيته، وقطعت علاقتها بيها للابد. وحلفت ترد القلم ونجحت انها تكشف للساحر انها
إنها هي السبب في خراب بيته. وطبعا كرد فعل طبيعي للفنان طلق بوسي شلبي بعد سنة من جوازهم، وتدخل فنانين كتير جدا لحل المشكلة دي ما بينهم، زي الفنانة إلهام شاهين اللي فضلت تقنع لحد ما وافق يرجع لها العصمة من تاني. وبعد خصام دام 7 سنين اتصالح محمود عبد العزيز وزيزو مصطفى واتفقوا انهم يبقوا صحابه بس. وقالت زيزي انها كان بيحب بنتها منى شلبي جدا وكان بيعطف عليها دايما، وكانت بتروح له بيته بتقضي يوم معاه كل اسبوع كمان، وهو السبب في دخولها الفن لما قدمها لأول مرة في فيلم الساحر. وكمان ما كانتش بتفرقه في رحلة مرضه في المستشفى مع مراته الإعلامية بوسي شلبي. ادعوا له بالرحمة والمغفرة.